السلام عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد. رجعنا لكم بعد فترة توقف قصيرة. كنت حابب اركز في فترة التعافي من الاصابة اللي جات لي في السباق، والنهاردة هنتكلم على فيديو مهم جدا. هنتكلم عن الصحة المعوية وميكروبيوم الامعاء وازاي هو مهم في الامتصاص والميتابوليزم، وهنتكلم على العلاقة المزدوجة ما بين الميكروبيوم والاكل وعلاقة الميكروبيوم بالأمراض المزمنة، وهنتكلم على محور الأمعاء والدماغ، وفي الآخر هنتكلم على العلاقة المزدوجة ما بين الميكروبيوم المعوي والرياضة وتأثيرها على الأداء. فخليكم معانا. أهلا بكم. الفيديو النهارده هيبقى فيه 5 نقاط. أول نقطة هنتكلم عليها هي الميكروبيوم ودوره في الامتصاص والتمثيل الغذائي. أول حاجة لازم نعرفها إيه هي الميكروبيوم. الميكروبيوم هي كائنات حية دقيقة جدا زي مثلا البكتيريا والفيروسات والفطريات، بتبقى عايشة في بيئة معينة. ممكن تبقى عايشة في جسم الإنسان، ممكن تبقى عايشة في التربة. لما بتكون في جسم الانسان اسمها الميكروبيوم البشري او الهيومن ميكروبيوم. ممكن تبقى في اماكن كتيره في الجسم، ممكن تبقى في الجلد، ممكن تبقى في الجهاز الهضمي، ممكن تبقى في الفم. لو جينا اتكلمنا بالتحديد على الجهاز الهضمي فهي الكائنات الحيه الدقيقه اللي عايشه في الجهاز الهضمي، بيبقى اسمها الجات ميكروبيوم او الميكروبيوم المعوي، ودي بتبقى عايشه تحديدا في القولون او الامعاء الغليظه او اخر حته في الجهاز الهضمي. الميكروبيوم البشري بيلعب دور مهم جدا في الصحه، لان هو بيلعب دور في هضم الاكل وامتصاصه، وكمان بيلعب دور في الجهاز المناعي، وبيعمل لك وقايه من البكتيريا الضاره. طب نتكلم بتفصيل شويه عن الميكروبيوم المعوي. لما تيجي تاكل اكله معينه، الميكروبيوم المعوي بيكسر المركبات المعقده اللي بتبقى موجوده في الاكل ويحولها لك لمركبات صغيره. المركبات الصغيره دي بتبقى نشطه او مور اكتيف، هي دي بتبقى عاده اللي مسؤوله عن التاثير الايجابي للاكل على صحتك. يعني مثلا لما يقول لك ان الاكله دي هتديك فيتامين معين او عنصر معين، فده بيبقى تقريبا بسبب ان الميكروبيوم المعوي بيكسر مركب غير نشط موجود في الاكله دي وبيحوله لك مثلا لمركب نشط زي مثلا الفيتامين او معدن معين. خلينا ندي مثال معين. لما تيجي تاكل اكله غنيه بالبوليفينول زي مثلا الفواكه والخضار الملونه، البوليفينولز دول بيبقوا مركبات معقده وكبيره، غالبا بتبقى غير نشطه، بيبقى امتصاصها قليل في المعده والامعاء الدقيقه، فبتعدي منهم وتوصل للامعاء الغليظه. هناك بقى الميكروبيوم المعوي بيكسره وبيحول البوليفينولز اللي هي المركبات المعقده لمركبات صغيره اسمها الفينوليك اسيد او الاحماض الفينوليه. الاحماض الفينوليه دي بتقعد في الجسم لفتره اطول وبتبقى نشطه اكتر من البوليفينولز اللي هي المركبات المعقده الاوليه، ودي بقى هي اللي بتبقى مسؤوله عن التاثير الايجابي بتاع البوليفينول، زي مثلا اللي هي مضاد للاكسده، مضاد للالتهابات، وبتفيد كمان في امراض القلب والسرطان. مثال تاني الاكل اللي هو غني بالالياف. الالياف دي بتبقى مركبات معقده، الميكروبيوم المعوي بيكسرها لمركبات صغيره زي مثلا الاحماض الدهنيه قصيره السلسله او الشورت تشين فاتي اسيدز. الشورت تشين فاتي اسيد دي هي بقى اللي بتديك التاثير الايجابي بتاعها، وبتلعب دور مهم في الصحه، زي مثلا انها بتلعب دور في الميتابوليزم بتاع الدهون والكاربس، فبالتالي بتساعدك على خساره الدهون، وكمان بتحسن حساسيه الانسولين، وكمان بتبقى مصدر للطاقه زي ما بعض الدراسات قالت. نيجي للنقطة الثانية وهي العلاقة المزدوجة ما بين الميكروبيوم المعوي والأكل. زي ما احنا قلنا ان الميكروبيوم المعوي بيأثر على الأكل بان هو يكسره عشان يوصل للمركبات الصغيرة اللي مسؤولة عن التأثير الإيجابي، فبرضه الأكل بيأثر على الميكروبيوم المعوي وعلى تركيبة البكتيريا. البكتيريا دي بيبقى عامل زي مجتمع فيه بكتيريا ضارة وبكتيريا حميدة، فعلى حسب نمط غذائك والأكل اللي انت بتاكله انت بتزود البكتيريا اللي انت محتاجها عشان تمتص المواد من الأكل المعين اللي انت بتاكله. فيعني مثلا لو واحد بياكل اكل غني بالالياف، مع الوقت هيلاقي ان هو بيزود البكتيريا المسؤوله عن تكسير الالياف دي عشان يوصل للاحماض الدهنيه قصيره السلسله. شخص تاني مش هيبقى عنده البكتيريا المسؤوله عن تكسير الالياف بالنسبه اللي هي موجوده عن الشخص الاولاني. نفس القصه لو انت بتاكل باكل غني بالبوليفينولز، هتلاقي ان مع الوقت البكتيريا المسؤوله عن تكسير البوليفينولز عماله تزيد وبكتيريا تانية عماله تقل، فانت بتعمل توازن، بتزود بكتيريا
بكتيريا انت محتاجها ممكن تبقى بكتيريا حميده، وبتقلل بكتيريا تانية انت مش محتاجها ممكن تبقى بكتيريا ضاره. طبعا انت لو بتاكل اكل مش صحي هتلاقي البكتيريا الضاره اللي مسؤوله عن الامتصاص الاكل اللي مش صحي عندك عمال يزيد، والبكتيريا الحميده عماله تقل. زي مثلا لو انت مثلا عمال تاكل اكل مليان زيوت مهدرجه وكاربس مكرره، هتلاقي البكتيريا اللي مسؤوله عن امتصاص المواد الضاره من الاكل ده عماله تزيد، والبكتيريا الحميده عماله تقل. فانت لازم يبقى عندك توازن في البكتيريا المعويه اللي عندك، واي خلل في التوازن المعوي ده وخليت ان البكتيريا الضاره تزيد عن البكتيريا الحميده، ده بيبقى بوابه لامراض مزمنه كتير هنتكلم عليها في النقطه اللي جايه. لازم نفهم الآلية دي والعلاقه المزدوجه ما بين الاكل والبكتيريا، عشان ده بيبقى مهم جدا لو انت عايز تعمل علاج موجه او البيرسوناليزد نيوتريشن. فلازم تعمل تحليل او تاخد عينه من الانسان عشان تعرف انواع البكتيريا اللي عنده، عشان بعد كده تعرف توصل للبيرسوناليزد نيوتريشن او العلاج الموجه ليه، سواء كان بالتغذيه او بالادويه. فيعني لما الدكاتره والاخصائيين بتوع التغذيه يقولوا ان التوجهات الارشاديه او الريكومنديشن او الجايد لاينز بتقول ان العالم كله لازم ياكل اكل معين، سواء نسبه كاربس معينه ونسبه بروتين معينه، ده كلام علميا اثبت ان هو غلط، لان كل شخص عنده بكتيريا معينه غير الشخص التاني. فانت مثلا لو واحد كان بياكل اكل غني بالالياف لفتره طويله، هيلاقي عنده البكتيريا المسؤوله عن تكسير الالياف اكتر من البكتيريا التانيه، غير شخص تاني ما عندوش البكتيريا دي. فانت لو جيت تدي لشخص اكل غني بالالياف وشخص تاني اكل غني بالالياف، هو متعود ان هو ياكل الياف قبل كده، فالبكتيريا اللي مسؤوله عن تكسير الالياف عنده اكتر، هيلاقي ان هو بيوصل للاحماض الدهنيه قصيره السلسله اسرع واكتر من الشخص التاني، فهيلاقي الاستفاده بتاعته اكتر من استفاده الشخص التاني. فانت لازم تعدل التوازن البكتيري الاول قبل ما توصي بنمط غذائي معين. عشان كده لازم تاخد عينه من الشخص ده عشان تعرف نوع البكتيريا اللي عنده، وتعرف ايه البكتيريا اللي هو محتاج يزودها قبل ما توصيه بنمط غذائي معين. وده عن طريق ان انت بتوصيه ان هو يزود من اكل معين عشان يزود البكتيريا دي، او عن طريق البروبيوتيك والبريبيوتيك. نيجي للنقطه الثالثه وهي خلل التوازن المعوي وعلاقته بالامراض المزمنه. دراسات كتيرة ربطت الخلل ده أو التغيير في تركيبة الميكروبيوم بأمراض مزمنة كتيرة زي أمراض القلب والسمنة والسكري. أنا كنت شاركت في دراسة قبل كده ربطت خلل التوازن المعوي ده بأمراض القلب وارتفاع نسبة الوفاة في مجموعة معينة من الناس. لو إن الخلل المعوي ده أو في تركيبة الميكروبيوم بتاعهم زود أحماض صفراوية معينة ضارة عند ناس كان عندها مشاكل قلبية، فزود المشاكل القلبية دي ورفع من نسبة الوفاة عندهم. كلنا عارفين ان الاحماض الصفراويه في منها الضاره وفي منها الكويس. الاحماض الضاره دي زادت لما كان عندهم خلل معوي، فبالتالي زاد من سوء المشاكل القلبيه اللي عندهم ورفع من نسبه الوفاه. دراسات برضو اتكلمت عن الخلل ده وربطته بامراض مزمنه كتيره، وقالت ان ده بسبب ان الخلل ده بيزود من البكتيريا الضاره، فبالتالي بيزود من امتصاص المواد الضاره اللي هي بتبقى مسؤوله عن الامراض دي. زي مثلا ما احنا قلنا ان البكتيريا الحميده بتزود من امتصاص الفيتامينات والمعادن الكويسه اللي انت محتاجها، فالبكتيريا الضاره بتزود من بعض المواد الضاره او بعض الاحماض الضاره اللي هي بتبقى مسؤوله عن الامراض المزمنه. رابع نقطه هنتكلم عليها هو محور الامعاء والدماغ او الجات برين اكسس. دي شبكة اتصال ثنائية الاتجاه مهمة جدا ما بين الجهاز العصبي المركزي والجهاز الهضمي. كل جهاز فيهم بيرسل للتاني إشارات تواصل وبيأثر على التاني. الشبكة دي بتشمل العصب المبهم ونواقل عصبية وهرمونات والجهاز المناعي. طب ازاي كل واحد فيهم بيأثر على التاني؟ المحور ده بيسمح للدماغ مثلا ان هو يأثر على الامعاء او الجهاز الهضمي عن طريق التوتر والعواطف والهرمونات اللي بتأثر على وظائف الامعاء. يعني انت مثلا لما بيبقى عندك امتحان او عندك بريزنتيشن وتبقى متوتر قوي، مش بتلاقي مرات بطنك سايبة وداخل على الحمام طالع داخل؟ ده بسبب المحور ده. نفس القصه ان انت مثلا لما بتكون جعان، مش دايما بتقال انت مش انت وانت جعان، لان انت كنت جعان فتلاقي نفسك مش في المود، مش عارف تركز، بتبقى شغال على حاجه بتروح قايل مش قادر اركز، خلاص نكملها بعد ما ناكل. ده بسبب برضو المحور ده. فالمحور ده بيسمح للدماغ ان هو ياثر على صحه الجهاز الهضمي، وبرضو بيسمح للجهاز الهضمي ان هو ياثر على صحه الدماغ بشكل عام. فمهم جدا ان انت تبقى واخد بالك من صحه الجهاز الهضمي، لان هو ده بيأثر على صحه الدماغ. ومهم جدا برضو ان صحة دماغك تبقى كويسة والصحة النفسية تبقى كويسة، لان ده برضو بيعمل لك مشاكل في الجهاز الهضمي. ممكن المحور ده يبقى سبب في ان انت يبقى عندك توتر وضغط نفسي مزمن، وبرضو ممكن يبقى سبب ان انت عندك مثلا قولون عصبي وانتفاخ مزمن. وده سبحان الله بيأكد كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فكل حاجة في جسمنا متصلة، كل الاعضاء متصلة، وكل واحد بيأثر على التاني بطريقة او باخرى.
فالخلاصة لازم تبقى مهتم بصحة الميكروبيوم بتاعك عشان تبقى صحة دماغك كويسة، وبرضه تهتم بصحة دماغك يعني تنام كويس، ما يبقاش عندك توتر كتير عشان صحة الميكروبيوم بتاعك تبقى كويسة. النقطة الخامسة واخر نقطة هتكلم عليها وهي النقطة المحببة ليا في كل فيديو، وهي تأثير الرياضة على الميكروبيوم المعوي وتأثير الميكروبيوم المعوي على الأداء. في دراسة اتعملت على 32 امرأة، نصهم كان رفيع ونصهم كان بيعاني من السمنة. كانوا عايزين يشوفوا تأثير رياضات التحمل اللي احنا شرحناها قبل كده، الجري وركوب الدراجات والمشي السريع، على الميكروبيوم اللي عندهم. فجابوا 32 امرأة ما كانوش بيمارسوا أي رياضات خالص. انا ما قلتهاش قبل كده بس عشان تعرف نوع البكتيريا اللي عندك، بتاخد عينات براز من الانسان وبتشوف تركيبه البكتيريا اللي فيها. فهم خدوا عينات براز قبل الدراسه وخلوهم يمارسوا رياضات التحمل 6 اسابيع، وبعد 6 اسابيع خدوا عينات براز تاني، وبعد كده خلوهم 6 اسابيع ما يعملوش رياضه تاني، وبعد كده خدوا عينات براز تاني. لقوا ان البكتيريا اللي مسؤوله عن تكسير الالياف عشان تديك احماض دهنيه قصيره السلسله زادت بعد 6 اسابيع من الرياضه، وبعد كده لما قعدوا 6 اسابيع تاني ما يعملوش رياضه البكتيريا دي قلت. فده بيقول ان الرياضه بتزود لك من البكتيريا الحميده اللي هي مسؤوله عن الامتصاص وانها تكسر لك المركبات المعقده عشان تبقى عندك مركبات صغيره مفيده للجسم ومفيده للصحه، وفي نفس الوقت ان انت لو بطلت الرياضه البكتيريا دي بتقل. فده يقول لك ان انت لازم تعمل رياضه وان انت تستمر على الرياضه. نقطه كمان في الدراسه دي، لقوا ان التاثير ده على البكتيريا لقوه عند الستات اللي هي كانت رفيعه، مش الستات اللي كانت بتعاني من السمنه. وده يقول لك ان انت الشخص اللي بيعاني من السمنه محتاج فتره اطول من 6 اسابيع عشان يبتدي يشوف التاثيرات دي. يعني انت الاول تشتغل على انك تنزل وزنك، وبعد كده هتلاقي بقى ان الرياضه بتزود لك من البكتيريا الحميده اللي انت محتاجها. طيب في مراجعه بحثيه تانية راجعت اكتر من 100 بحث عشان تدرس العلاقه المزدوجه ما بين الرياضه والميكروبيوم، وقالت ان الابحاث استنتجت ان الرياضه المعتدله اللي هي ما بتبقاش شديده الكثافه بتزود لك البكتيريا الحميده اللي هي بتكسر لك الاكل عشان تديك مركبات صغيره مفيده للجسم، بتزيد اكتر مع التمارين المعتدله. ولقيت كمان ان التمارين المعتدله دي كانت بتعمل تنوع بكتيري كويس، يعني بتزود لك من انواع البكتيريا الحميده وبتحافظ على سلامه جدار الامعاء وبتحسن من المناعه، على عكس تمارين شديده الكثافه قالوا ان ده بتاثر على جدار الامعاء وبتزود من تسريب الامعاء او بالانجليزي الانتستين بيرميابيليتي. والابحاث قالت ان الانتستين بيرميابيليتي او تسريب الامعاء ده مرتبط بامراض مزمنه، ان هو يعني ان الامعاء بتسرب مواد ضاره بتوصل للدم، وده بيبقى مسؤول عن امراض مزمنه. فده زي ما انا شرحته قبل كده في فيديوهات سابقه، قلت ان انت محتاج ان انت ما تمارسش تمارين عالية الكثافة طول الأسبوع، وقلت لك إن أنت مثلا لو بتروح الجيم ما تموتش نفسك تحس إن أنت داخل مسابقة كل يوم. تعمل تمارين عالية الكثافة مرة أو مرتين في الأسبوع، وبقية الأسبوع تبقى تمارين متوسطة أو خفيفة الكثافة عشان تسمح لنفسك بالاستشفاء وتسمح لعضلاتك بالاستشفاء، وفي نفس الوقت كمان إن أنت ما تأثرش على صحة الميكروبيوم. وطبعا الدراسة شرحت كمان إن أنت لما بيكون عندك ميكروبيوم صحي ده بيزود من الأداء وبيحسن من الأداء عن طريق طرق كتيرة زي ما هم شرحوا، إن هو بيحسن من التمثيل الغذائي وبيحسن من المناعة وبيحسن من الأداء عن طريق إن هو بيديك مواد مهمة جدا كمصدر للطاقة. وكمان قالوا ان انت كمان لو استعنت مع الاداء الرياضي بان انت خدت البروبيوتيك ده بيحسن برضو من ادائك، ده عن طريق ان هو بيقلل الالتهابات وبيحسن صحة الميكروبيوم وبيزود الاستشفاء بعد الاداء المكثف، وكمان بيحسن من امتصاص بعض المواد زي مثلا البروتينات والكربوهيدرات اللي انت محتاجها عشان الرياضة. ولو كمان ان هي بتحسن من الصحة النفسية عن طريق انها كانت بتقلل التوتر وبتحسن المزاج زي ما احنا قلنا بسبب الاتصال. فانت لما بتحسن من الصحة الهضمية طبيعي ان انت هتلاقي ان التوتر والمزاج بتاعك اتحسن. وبرضو لو انها بتزود في التركيز اثناء الرياضة، وده برضو زي ما احنا قلنا ليه علاقة بالاتصال اللي ما بين صحة الدماغ والجهاز الهضمي. وفي النهاية ختموا قالوا ان التمرين والميكروبيوم ليهم علاقة ثنائية فريدة وبتختلف من شخص لشخص بسبب ان كل شخص عنده بكتيريا معينة، فامتصاصه للاكل والمواد اللي هو محتاجها عشان الاداء الرياضي يبقى كويس بيبقى مختلف من شخص للشخص. وبرضه بيختلف بسبب اختلاف التمرين من كل شخص لشخص، على حسب انت بتعمل تمرينة شديدة ولا طويلة، وعلى حسب استمراريتك على الرياضة. طيب انا كده خلصت. في النهاية انا حابب ان انا الخص الكلام ده كله ان انت لازم تهتم بالصحة المعوية عشان صحة دماغك وعشان تتعافى من الامراض المزمنة وعشان تستفيد من الاكل اللي انت بتاكله، وكمان عشان الرياضة لو انت حابب تحسن من ادائك الرياضي. ما تنسوش تتابعونا وتشاركوا الحلقة دي مع معارفكم، ولو انت من متابعين الجري او بتحب الجري ممكن تتابعني على حسابي في التيك توك، هو حساب متخصص خالص بالجري. هشوفكم في فيديو جديد.